آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقات. قصة لرجل عرف عنه على مر التاريخ أنه من أشد الناس كفرا بالله عز وجل، بل كان هذا الرجل يقول لمن حوله وللناس: أنا ربكم الأعلى، ويقتل الناس على هذا. بيت من بيوت الظلمة والكفر والإلحاد. رجل كان يقتل الأطفال في المهدي، يقتل الذكور ويستحيي النساء ويستعبد البشر ويقول لهم: أنا ربكم الأعلى. كيف كان هذا البيت من الداخل؟ أما من الداخل فقد قذف الله عز وجل في قلوب بعض أهله بالإيمان. ومن قذف في قلبه الإيمان في بيت الكفر إنها أقرب الناس لفرعون. من؟ إنها زوجه. زوجة فرعون بدأ الإيمان يدخل قلبها، لأنها أعرف الناس بفرعون. تعلم أنه كاذب، تعلم أنه مخادع، لا يمكن أن يكون ربا. هذا الإنسان يقضي حاجته ويمرض وينام ويتعب وينصب. رجل مثل هذا الضعف الذي فيه كيف يكون ربا للناس؟ تعلم كذبه وتعلم دجله، وهي تعلم في فطرتها أن لهذا الكون خالقا ولا بد. فلما رأت موسى عليه السلام وكيف يناقش فرعون، ورأت أخاه هارون كيف تكلموا بكلام فصيح مبين، ورأت الآيات على يد فرعون عليه الصلاة والسلام، أيقنت هذه الزوجة في داخلها أن الإله الحق هو إله ورب موسى وهارون. في البداية كان الأمر صعبا، لكن لما الإيمان استحكم في قلبها بدأت تواجه فرعون بهذا. قالت له: يا فرعون، إني قد كفرت بك. قال: ماذا؟ قالت: كفرت بك ولا أبالي. كيف تجرأت زوجته وقالت له هذا الكلام؟ امرأة ضعيفة مسكينة، وتعلم مدى بطش فرعون وماذا فعل في البشر، وكيف يقتل الناس بلا أي ذنب. دم الأطفال عنده حلال، يستبيح دماء الأطفال، فكيف بالكبار؟ كيف بزوجته؟ قالت: كفرت بك يا فرعون، وهي تعلم أن هذه الكلمة فيها تبعات كبيرة. أنت السيدة الأولى في المجتمع، الخدم تحتك، الحشم، القصر، أحلى وأجمل بيت تسكنه زوجة فرعون. سيدة المجتمع لأنها زوجة الحاكم، تحتها الخدم والحشم، الثياب، الطعام، النعيم. تعلم أنها ستخسر كل هذا، لكنها لم تبالي. كفرت بك يا فرعون. ماذا تقولين؟ نعم. كفرت بي؟ نعم كفرت بك. وأمنت بمن؟ قالت: آمنت برب موسى وهارون. أصعب كلمة يسمعها فرعون هذه الكلمة، من موسى، من هارون، من بني إسرائيل، يهون الخطب، لكن زوجته تؤمن برب موسى وهارون، كارثة بالنسبة لفرعون. طبعا فرعون لنا أن نتصور كيف غضب على هذه المسكينة وماذا فعل معها، لكنها لم تبالي. ليش لا تبالي؟ لأنها خلاص آمنت بالله، والإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل كل شيء تحته يهون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. قالتها ولم تبالي بأحد. الكلام اللي نقوله سهل، لكن الواقع صعب. هذا مو إنسان، هذا رجل خبيث، هذا ظالم. إن فرعون علا في الأرض، الله قال علا، واستكبر هو وجنوده استكبار
وعلو وبطش وقهر الناس، وإنا فوقهم قاهرون. ثم بعد هذا تواجهه امرأة ضعيفة مسكينة حصلت على الدنيا لكن لم ترد أن تبقيها. كفرت بك وآمنت بموسى وهارون، برب موسى وهارون. بدأ بالضرب لم تبالي، بالتعذيب لم تبالي، بالإيذاء لم تبالي. فقال لجنوده خذوها إلى الصحراء واربطوها في الصحراء. ومعروف أرض مصر وصحراءها وصيفها وحرارة الشمس هذه معروفة. فإذا بها تربط ب4 أوتاد في صحراء مصر في ذلك الزمن. يا الله، بعد ما كانت السيدة الأولى، بعد ما كان الخدم تحتها، بعد ما كانت تعيش في القصر معززة مكرمة، مربوطة ب4 أوتاد كما قال ابن عباس، رجلاها ويداها ب4 أوتاد، وفي الصحراء بلا طعام ولا شراب. فجاءها فرعون ما يريد قتلها لأن مشكلة عند الناس وسمعة. قالت ترجعين؟ قالت ما أرجع. أراد أن يعذبها ربما تتراجع، لكنه ما علم أن فيها إيمان تتحطم أمامه الجبال الراسيات وتنشق أمامه الصخور الصماء. هذا إيمان لا يقف أمامه شيء. قالت والله لا أبالي، واصبر وما صبرك إلا بالله. الذي يتصبر بالله ويتصبر لله الله يعينه. تخيلوا هذه المرأة في صحراء كيف يمر عليها الوقت والساعات، ساعة وساعتين و3، يوم كامل تركها في الشمس. حل الليل وهي في ظلام الليل، ربما البرد قارس في الليل أيضا. جاء في اليوم الثاني لا طعام ولا شراب ومربوطة. مر عليها فرعون ماذا قلت يا فلانة، أتتراجعين أم لا؟ قالت والله ما ازددت إلا إيمانا. شوف الإيمان، مو إيمان بعض الناس اليوم يشوف لفتاة يبيع دينه، يغر بأموال، يبيع عقيدته كلها عشان أي ابتلاء ترك الدعوة وأهلها. لا، هذه المرأة صبرت، هذا هو الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاء الصبر جنة. حفت الجنة بالمكاره، الجنة طريقها كلها مكاره، مو ورود مفروشة وتصفيق من الناس، لا. جاء في اليوم الثاني ماذا تقولين؟ قالت ما ازددت إلا يقينا كفرت بك يا فرعون وآمنت برب موسى وهارون. في اليوم الثالث ماكو فايدة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون